سؤال بيراود ذهن كل مبتدئ في رياضة صيد الأسماك. هو فعلا في مكنة ممكن أعمل بيها كل حاجة؟ وممكن أجيب عود أشتغل بيه كل حاجة؟ ما بين العود وما بين المكنة تعال أفهم بالظبط الصح إيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة أحمد شرغوش لتعليم وأسس مهارات الصيد. وحشتوني. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه مكنه هعمل بيها كل حاجه؟ ويعني ينفع عود اعمل بيه كل حاجه؟ تعالوا ناخدوا الامر ببساطه وبكل وضوح وبدون تعقيد. وعايز اتفق معاك على نقطه من الاول، لان انت اللي هتقرر في الاخر الكلام ده صح ولا غلط. لو جينا لحاجه اسمها كاستنج، اعوادها ومكانها له مواصفات معينه. الجريشو العالي اللي هو عدد لفات المكنة، أقل حاجة يكون 1.25، يعني كل لفة دراع المكنة تلف 5 مرات. دراج محترم للمكنة. وزن العدة سواء عود ومكنة يبقى خفيف، لأن هو شغال حركة طول النهار، فالعدة بتاعته تبقى خفيفة. وكذلك الجيج له مواصفات، وكذلك البوبينج، وكذلك التسقيط، وكذلك. إذا إمتى بتتحدد العدة؟ من خلال المواصفات المطلوبة لأداء المهمة. يعني لو أنا المواصفات دي انطبقت على الشيء اللي معايا، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. هنا ابتدينا نحط ايدينا على نقطة مهمة. عشان عدة الصيد مش رخيصة لأغلبية وفئة كتيرة من الناس، فكان ليا وجهة نظر أنا اللي كنت بطلع أقولها. ما خبيش عليكم كتير، عارض الكلام اللي أنا بقوله، بس أغلبيتهم لقيته بقى يكرر الكلام اللي أنا بقوله لما لقى صداه نجح مع الناس. اللي هو أنا راجل بطلع تسقيط، عايز أجرب الكاستنج والجر الخفيف، أو بلاش الكاستنج، بشتغل جر خفيف. إيه المانع إن أجر جر خفيف على المكنة بتاعتي بتاعت التسقيط طالما فيها الإمكانيات بتاعتي؟ طيب، او معايا مكنه صغيره بس سريعه وقويه زي مكنه كاست، فحط عليها بريد فتاخد كابستي، يعني استيعاب اكتر، وبالتالي عليها مثلا 250 متر بريد 20، لان المكنه دي صغننه 5000 مثلا، فواخده من البريد ال 20 250 متر. طيب ما انا حطيت عليها بريد 20، كده هيجيبني في الغرق ولا ما يجيبنيش؟ هيجيبني مع سرعة المكنة، هيجيبني الجريشو دي يعني بتاع المكنة اللي اتفقنا عليه. طب ما انا كسرت ان لازم اطلع تسقيط الغرق، يبقى معايا مكنة قد كده. كسرت القاعدة ولا ما اتكسرتش؟ كسرت. يبقى مكنة الكاست استخدمتها في حاجة تانية، وبالتالي هي قدراتها عالية لانها بتكاست على اسماك تقيلة، فهترفع سمك التسقيط من العمق بكل سهولة. التوظيف يعني انا ببسط الامر. نركز مع بعض وناخده مثال تاني بسيط. مكن الجيج بدون راجع، واقل مكن الجيج النهارده ألوفات. يعني ما ينفعش اي مكنه محترمه دراجها محترم بتاع التسقيط اعمل بيها جيج؟ لا ينفع. ليه ينفع؟ هقول لك ليه. فرق بين الراجل ده مع مكنه جيج، لانه بيطلع يجيج فقط. مكنه الجيج من غير راجع، انتي ريفيرس، يعني تعشيق بدون زرار راجع، فهو بيجيج كل يوم، فلازم يكون معاك كانت جيج مخصصه عشان بياخد اسماك تقيله وتستحمل معاه الخبط والرزع. انما لو انت اشتغلت مره بمكنه التسقيط اللي معاك القويه المحترمه جيج، هتاخد السمكه. طول ما انت متبع اسس فتح الدراج وتهوي، وما تشتغلش عاصي على عاصي، تشتغل صح يعني. وكتير ناس كان معاها مكان جيج استخدمته غلط بيروح يتصلح، لان انت استخدمت غلط حتى الحاجة الصح. وممكن تستخدم الحاجة اللي هي مش مصنوعة لكذا بطريقة صحيحة فتأدي معاك الوظيفة. طب ليه يا عم احمد
طالما بتقول اي مكنه محترمه محترمه، كلامي واضح، تنفع تجج، ما نججش بيها. انا بقول لك تستخدمها مره، مرتين، 3 مرات، مش هتخصصها للجج، لان مكن الجج مخصص لكده، فيعيش معاك عمر طويل. بالبلدي فهمنا، بالبلدي حاضر. وانا بحب كمان اشرح بالبلدي عشان كله يفهم، ودي رسالتي ابقى اديتها صح. ولو اتكلمت كلام علمي، طب ما هو ده بتاع محترفين، وانا بشرح لمبتدئين او ناس عايزه تفهم، فما حدش هيبقى فاهم حاجه، يبقى انا ما وصلتش رسالتي. عشان في ناس بتتكلم في اسلوبي، لا اسلوبي بيبقى بسيط لان انا بفهم بيه مبتدئين. المحترفين عارفين اللي انا بقوله. لو جيت انا جبت مكنه جيج وبطلع كل اسبوع مره، يعني بطلع في الشهر 4 مرات جيج، على مدار السنه المكنه شغاله معايا، اللهم صل على النبي. طيب معايا مكنه تسقيط حلوه، وبطلع مره كده اصحابي عزموني جيج، فطلعت مره عجبتني، رحت طالع مره بعديها، وخدت فتره كبيره سنه، وبعد كده قالوا لي ايه رايك في طلعه تانية او 4 5 شهور، قلت لهم انا جاي معاكم، ورحت طلعت. اذا المكنه العاديه لو هتريحها وتستخدمها في الجيج، هتجيج معاك كويس جدا وهتشغلك في الاداء المطلوب. ولكن لو فضلت تجيج بيها على طول فهي مش مخصصه، فهتقع منك بسهوله. عايز اوصل معاك بين قوسين هنا عشان ما ادوشكش لنقطه مهمه. اوعى تقول ما ينفعش وهو في امكانيه انه ينفع بطريقه ما، واوعى تقول انه ينفع وهو ما ينفعش من الاساس. لازم يبقى كلامنا واضح ودقيق عشان اللي ظروفه على قدها وعايز يجرب ما احرموش بمجرد كلمه انا قلتها مش فاهمها كويس. لاحظوا انا قلت لكم قبل كده ببعد في كل فيديوهاتي عن الشو او لقطه الاسماك، او في ناس بتزعل مني من الكلام ده، ولكن ده اللي انا كنت قصدي دلوقتي، ان احنا قاعدين ندردش انا وانت وبديك معلومات. لو انا في زحمه مركب وسمك طالع وشو، عمرك ما هتستقبل الكلام ده مني وتكون فاهمه صحيح. ركز معايا بقى في الكلمتين الجايين دول، واوعى فيديو ليا تجريه، لان انا ما بيعديش 10 ثواني غير لما اقول فيهم معلومه مهمه. عيدان الكاستنج افضل عيدان عن نفسي شخصيا بشتغل بيها تسقيط. ليه؟ لان عود الكاستنج حساس، لانه بيرمي باوزان خفيفه، بيوصل الاحساس وبيحدف، فمرن، وفي نفس الوقت عود لازم يبقى قوي عشان يرفع السمك بتاع الكاستنج اللي هو فيه مفاجآت من اول الكيلو لغايه ال10 وال15 وال20 كيلو حسب قوه العود. اذا عود الكاستنج مرن، وادي الكاستنج المحترمه مرن زائد القوه. حينما تجتمع المرونه والقوه، العود هنا بقى بروفيشنال، يعني محترف. فعشان كده تلاقيني على طول بحب انقي العيدان اللي هي بتاعت الكاستنج، وانا ما بعملش كاستنج ياما، بس بستخدمها في التسقيط. انا او غيري من المحترفين كتير جدا ورثة مراكب. اذا انا وظفت وظيفه للعود وهو مش صنع من اجلها، هو عود كاستنج. كل الخلاصه اللي انا عمال اقولها لك دي بدات تفهم صح كده. طالما توفرت الامكانيات والشروط في الشيء هيأدي المهمه بكل سهوله. انا عود الكاستنج خفيف ممكن استخدمه في التسقيط لو قوي، هيبقى حساس جدا احسن من العواد الصب، وانا عايز الاحساس لان وسيله التواصل بيني وبين السمكه هو الاحساس، مش احسن ما يبقى معاك عود قاسي وتنزل تتفتش وتطلع. حصلت كتير في المراكب معايا. بدات تفهم معايا انا عايز اقول ايه. انا مش عايز الغي التخصص بكلامي ده. في ناس بتاخد الكلام من على الوش فيقول لك يعني هو كده بيلخبط الدنيا لا، انا عايز اقول ان الناس اللي ظروفها ضيقه فعلا ممكن تعمل الطريقه بتاعت الصيد باسلوب وبعده تانية وتستخدمها. هقول لك دليل تاني، شوف كل الفيديوهات او كل الفيديو ده فيه ادله كتير. زمان حضرنا عشان عواجيزي شويه، ما كانش في حاجه اسمها كاستنج. يعني لو انا قاعد بصطاد على البحر كده انا وزملاتي اللي قدام وحد قال احنا هنعمله كاستنج، ممكن يفكروه بيقول حاجه غريبه يعني، مع ان احنا متعلمين وتعليم عالي، يعني انا بهزر. كنا بنقوله مخيله،
وهي فعلا اسمها مخيله، يعني بخدع السمكه وبخيلها، لان الطعمايه اللور او الربله او البوبنج او الطعم الصناعي عامه او المعلقه او الريشه لو وقفت قصاد السمكه وشافتها حقيقي وقفت عمرها ما هتخش عليك. اذا مخيله يعني خداع بصري وليس بالانف. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان احنا ما كانش عندنا عدان كاستنج ولا كان مكان كاستنج، وعملنا كاستنج اللي هي اسمها مخيله. ده اثباتا لكلامي. ما كانش عندنا بريد وخيلنا بالنايلون. بس انا عايز اقول لك حاجه، الحاجه الحديثه بتسهل المأموريه. يعني احنا مأموريتنا كانت اصعب طبعا. لو اديتك العده اللي احنا كنا بنشتغلوا بيها بالمخيله وانت محترف كاستنج النهارده بالعيدان بتاعتك هتبقى صعبه عليك شويه. بالنسبه لنا احنا عيدانك دي بالنسبه لنا دلع الدلع. العده خففت، ولكن ما نقولش بقى ما ينفعش لان احنا عملنا. فهمت انا عايز اقول ايه؟ ما تحرمش حد بمعلومه ممكن تقولها لغرض ما مش عايز اتدخل فيه لان ده فيديو تعليم. اخد مثال تاني. الناس اللي بتصطاد في ميامي عارفه طبعا الرئيس عبد الغندور والرئيس حسام وكل رؤساء الموانئ حبايبي، ولكن انا بخص الموقف ده بالذات. مره الرئيس عبد الغندور نزل فيديو لسمكه كبريته 8 كيلو، مش كبيره قوي، حلوه. كل الناس اتفرجت على الفيديو وادت لايكات. انا لما اتفرجت على الفيديو عملته فيديو تاني. ليه؟ لان بصيت ليا وجهه نظر تانيه على العده اللي في ايده. لقيته ماسك عود، كان عود بتاع بياع الطيب احمد شرغوش، يعني هو موجود عنده لغايه دلوقتي، اشتغل بعيدان كتيره قوي غاليه، والعود ده كان رخيص، هو مرزق معاه يعني بيحبه. المكنه اللي في ايده مكنه عاديه جدا، كان ثمنها ايامها 100 جنيه فعلا. مش هقول اسمها عشان ما تبقاش دعايه، انا ما بعملش دعايه لاي مكنه. ولكن انا عملت الفيديو بعنوان ايه؟ قلت له انا هاخد الفيديو ده اعمله. العده ما تعملش قيمه لصياد، الصياد يعمل قيمه للعده. والفيديو ده موجود عندكم في القناه. هو عمل ايه؟ خد سمكه تقيله على مكنه مش بتاعه السمكه او مكنه مش بتاعه يعني جر خفيف. فتح الدراج وظبط حاله والسمكه طلعت. هتقول لي ما انا مش محترف. امال انا بعمل الفيديوهات دي ليه؟ عشان تعمل زيه وتبقى محترف. ما انت لو ما بقتش محترف مهما جبت عده غاليه مش هينوبك غير انك تبوظها وتبقى ما خدت السمك وخسرت فلوسك. المتاح ليه يشتري الحاجات العاليه، البراندات العاليه معروفه، وانا بنزل براندات وببيعها. سيبك بقى من الاسعار عشان ده فيديو تعليمي. هرجع اكرر كلامي، اللي قادر يجيب، انما اللي مش قادر نوفر له طريقه يشتغل بيها. ده كان مقصد كلامي من الفيديو. طيب قبل ما اقفل الفيديو عايزك بقى هنا نطلعوا بالخلاصه. الخلاصه هي يا عم احمد احنا فهمنا حاجات كتير بس برضه ما عرفناش مكنه نجيبوها ايه ومكنه نجيبوها ايه. في مكن على طول كانوا بينزلوه نبيعوه كلنا، وكله كان بيقول او اغلبيه الناس عشان ما احبش التعميم. مكنه السيرف، ايوه فعلا هي مكنه سيرف لانها حله طويله. ومكنه التسقيط هي فعلا مكنه تسقيط عشان غويطه. يعني مكنه السيرف دي ما ينفعش اسقط بيها. طب ايه رايك بقى ان كان في مكنه بدون ذكر اسماء اول من قال انزل بيها تسقيط على ضمانتي؟ انا طبعا مش هقول اسامي الحاجه عشان ما تبقاش دعايه واعلان. انا بعمل فيديو تعليم مع اني كنت ببيع المكنه. ونزل التسقيط مع رؤساء مراكب كتير، بقى اقول اسمهم احمد، الرئيس احمد تربي في ميامي، والرئيس في الليجس، والرئيس بيومي وحسام كلهم حبايبي عشان ما انساش حد. وعملت احلى شو بقى، واتعمل لي بيها فيديوهات كتير. طلعت الناس بعد كده يقول لك ما كانت كله اللي كان بيقول احمد شرغوش ما كانت التسقيط. الله، ما انتوا كنتوا بتقولوا ما تنفعش. انا اقول لك ما تنفعش ليه بقى وتنفع ليه. فرق كتير لما تتكلم تبقى فاهم. مكنه الصرف عمودها طويل قوي ورفيع، فانت بتشتغل بيها كده فالعمود افقي زي الفل. لما تيجي تشتغل بيه كده الحمل بيبقى على العمود الرفيع الطويل ده ضغط لتحت فتتعب منك بسرعه. طب امتى برضه يا عم احمد شرغوش اشغل مكنه الصرف في التسقيط؟ لما يبقى العمود كده كده هو طويل في مكنه الصرف عشان الحله طويل ومحمل. لقيت العمود طويل ورفيع يبقى مش هتنفع معاك
تسقيط. فهمت ببساطه؟ شفت الامر سهل ازاي؟ اطلع لك بالخلاصه بقى عشان اقفل معاك الفيديو، ولو عجبك تشترك في القناه. هتشترك ان شاء الله. تحدد انك تشتري عود على حسب وظيفتك. انا نازل اعمل سيرف كاست. سيرف يعني تشويع مش كاستنج. شوف هترمي برصاص من كام لكام وتجيب العود اخف وزن يتحمل الرصاص بتاعك. يعني انت ما بتطلعش برصاص 200 خالص شغل ساحل. ما تجيبش عود عاصي 100 200 لان انت هتشتغل بيه فيلا شبندوره في يوم من الايام فمش هينفعك. انا راجل بطلع عفوا بطلع ساحل شغلي 100 200، ما اروحش اجيب عود 30 60 رقعه بيرمي في فيلا شبندوره وفيلا مجنونه ويشكل معايا. خلاص اعرف انا هشتغل على ايه واجيب اللي يناسبه ويشغلني عليه وعلى حاجات تانية بالبلدي بلم الليل. طبعا انا تناولت جوانب كتيرة ان شاء الله الحمد لله. وطبعا بقية الفيديو اللي هيسمع ويبقى في ذهنه سؤال انا ما جاوبتش عليه او ما طرحتوش وده وارد، هيبقى في التعليقات. هنتظركم في التعليقات تحت، اللي عايز يفهم حاجة يرد ارد عليه. واحلى حاجه في الفيديو ده ان انا شفتكم بعد فتره يعني، واقترحوا لنا فيديوهات نعملها لكم لو حابين. انا ما بحبش اطلع كده على طول غير لما يكون في موضوع مهم اتكلم فيه. يعني ما بصحاش الصبح كده اقول السلام عليكم اما اعمل لهم فيديو، ما بعرفش طبيعتي كده، الطبع غلاب. فاللي عنده موضوع عايز يتكلم فيه من عينيا الجوز. احمد شرغوش، بياع الطيب.